ممدوح. الله يسلمك يا كابتن احمد، ازاي صحتك؟ ازيك وازاي صحتك؟ انا الحمد لله. انا عملت عمليه اتحط لي 5 دعامات على 3 شرايين، واستقر العمليه خدت حوالي 4 ساعات الا تلت، وعملها لي الدكتور بروفيسور كبير هنا اسمه دي ماريو، دكتور قلب كبير جدا، ووفر لي الحمد لله الريكومنديشن اللي انا كنت جاي بيه من مصر ان انا اعمل عمليه اوبن هارت. نعم. فدلوقتي انا يعني ده توفر والحمد لله، وبديت امشي وبمشي كل يوم نص ساعه. انا لسه جاي من هايد بارك لغايه بيتي مشي، ويعني بحس بتحسن وقت بوقت، لانه تضخم القلب كان عمل لي شويه ميه على الرئه، فالحمد لله انا بقيت كويس الحمد لله. الحمد لله على السلامه، والحمد لله على سلامه نادي الزمالك. اعتقد انه والله انا عاوز اقول لحضرتك حاجه يا كابتن احمد. انا يمكن المناخ مختلف المره دي عن اي مره تانية. نعم. انه في هناك اطراف كان بينها وبين بعض خلافات كبيره جدا. هذه الاطراف واحد من هذه الاطراف عمل مبادره وقال الراجل انا بتنازل عن قضاياي وبتنازل عن كل حاجه عشان خاطر نادي الزمالك. نعم. وعلشان الاستقرار اللي في نادي الزمالك. بقول ان هذه المبادره من الاستاذ مرتضى منصور هي مبادره محموده. نعم. احنا لا اتكلمنا مع بعض ولا اتقابلنا مع بعض ولا حاجه، انما الراجل كمان راح المحكمه وخد اللي كان عامل طلب الرد وقدامه وخلاه الرد. فبقول ان هذا يعني مبادره محموده من الاستاذ مرتضى منصور، وبتخلي نادي الزمالك يعود في وئام ما فيش فيه جبهه ضده وجبهه معه. كويس. لا. انما اذا كان في حد هيتصور ان احنا هنخلق اعداء او هنخلق انقسامات تاني في نادي الزمالك، انا اعتقد ان ده ما عادش هيحصل. يعني اذا انت يدك ممدوده للجميع. ده يدي ممدوده. انا النهارده قبل ما انت تكلمني انا كنت بتكلم، انا يدي ممدوده للجميع، وقلت لهم جميعا نادي الزمالك ايدي في ايدكم. ما حدش يقول لي انه البركه فيك، البركه فينا كلنا. نعم. الجهد لينا كلنا. لازم نعدي بنادي الزمالك. وبالمناسبه انا برضو تاني يا كابتن احمد بشكر الناس اللي ادارت هذا النادي. نعم. في خلال الفتره العصيبه اللي مش كان بيمر بيها نادي الزمالك، كان بتمر بيها مصر كلها. صحيح. وقدروا يعدوا المركب لغايه ما وصلنا للي احنا فيه النهارده. تقصد المستشار يعني جلال ابراهيم ومجلسه؟ امال ايه؟ نعم. طبيعي. لابد من شكر المستشار جلال، لابد من شكر اعضاء مجلس الاداره. حاولوا جاهدين وكان اذا كان جانبهم الصواب، فانه الريح كانت في وشهم، ما كانتش وراهم. نعم. انما الناس حاولت بقدر المستحيل في وسط أزمة مالية عاتية في مصر كلها. نعم. وهم حاولوا يحلوا بأكتر جهد ممكن. طيب. وأنا بحب أشكرهم. نعم. بحب أشكرهم ده. إنما أنا مادد إيدي للجميع، للكل. وأنا مش رايح علشان تاني يتقال لي ده معايا وده ضدي. أيوة. أو حد يجي يقول لي في ودني خلي بالك ده عمل وأنت ما أنتش موجود كذا. نعم. التقييم الأساسي، وأنا بعتقد إن ابني هاني العتال كان قال النهارده، قال لي من يوم جمله مفيده جدا، قال لي ان نادي الزمالك لابد من اعاده الهيكله الاداريه فيه. نعم. وانا بعتقد ان دي هتبقى اول مهام المجلس بعد ما ان شاء الله نستلم النادي. وانا بتصور انه احنا يعني انا كلمني المستشار جلال ابراهيم، كلمني المستشار احمد جلال. نعم. وما فيش بيني وبين اي حق، وانت اكتر واحد تعرف يا كابتن احمد. نعم. انا تكويني النفسي صحيح. ازاي يعني. نعم. انا لا يمكن ان اعيش بعده في حياتي. انت بالليل مصالح كل الناس. ما يهمك هو لازم ابقى مصالح كل الناس. انت اهم حاجه عندك مصلحه نادي الزمالك. مصلحة نادي الزمالك. وانا النهارده تلقيت مكالمة جميلة جدا من كابتن حسن حمدي. جميل. وهناني وان شاء الله هيجي لنا النادي يزورنا. وانا بعتقد انه في اجندة بالنادي الاهلي ونادي الزمالك لابد انها
تخلص. وايضا هناك قضايا من لينا مع اتحاد الكوره لابد من مناقشتها مع اتحاد الكوره في حوارات مفتوحه. لانه ما يعني وانا كمان اقترح انا هجتمع بقيادات الالتراس بتوعنا واذا كان النادي الاهلي يرغب في ان يكون هناك اجتماع مشترك بين الالتراس هنا والالتراس هنا، انا ما عنديش مانع. جميل. على اساس انه لابد من وقف لانه الكوره هي المتنفس الوحيد لهذا الشعب الايام دي، واحنا ما يجبش ان الكوره تبقى ماشيه على سطر وسايبه سطر. طيب. وما ينفعش ان الانديه احنا الانديه وكانت افورد ان احنا كل ماتش من غير جمهور وغرمانين 70,000 جنيه. نعم. وخلي بالك انه يعني عاوز اقول للولاد بتوع الالتراس خلوا بالكم ان المبالغ دي بتقتص من المنبع. ولابد ان احنا نناقش لائحه اتحاد الكوره، وانا اتناقشت في هذا مع الكابتن حسن حمدي النهارده. اللائحه اللي اتعملت بخصوص هذه العقوبات. طيب. لابد ان العقوبات دي تقنن طبقا لرؤيه الاتحاد الدولي للكوره في هذه العقوبات. طبعا انا يعني بشوف كوره هنا، ورحت ماتش ارسنال وايفرتون. انا لا شفت شماريخ ولا شفت ناس مولعه جرايد ولا شفت حاجه. الناس قاعده بتشجع وبتحترم، حتى الناس بتوع ايفرتون كلهم بيحترموا بعض. انما احنا عاوزين الكوره تبقى كده. احنا رايحين، انا بقول لاولادي بتوع الالتراس انتم من ستحافظون على امن ملعب نادي الزمالك. مش حد، مش بوليس. نعم. ومش جيش. انتم اللي هتحافظوا على الامن. انتم اللي لازم يبقوا فيه ناس منكم بتنظم كل حاجه. انتوا اللي لازم تبقوا مع النادي لزياده ايراداته. انتوا اللي لازم تمنعوا الناس من انها تخش سفلقه وببلاش. كل الكلام ده لابد ان هم انا ما هجتمع بيهم، وانا هم عندهم قيادات رشيده جدا وعاقله جدا ومتزنه جدا. واعتقد ان النادي الاهلي على الناحيه الثانيه برضه عنده نفس. هو ان بكره الكابتن حسن حمدي عنده اجتماع معاهم في تمام الساعه السادسة. يعني انا يا كابتن احمد. نعم. يا كابتن احمد لا اتصور مطلقا ان انا ماتش زي الاهلي والاسماعيلي او الزمالك والمصري بيتلعبوا من غير جمهور. نعم. يعني ودول ده انت الواحد لما بيشوف الجمهور بيبتهج ان انت رايح تآزر ناديك ورايح تقضي وقت كويس بناديك. لابد ان احنا نرتفع فوق كل الكلام ده، ولابد ان يكون هناك حوار مفتوح في قضيه العقوبات مع اتحاد الكوره. وانا مش بقول للاتحاد الكوره انت غلط، انا بقول له اذا كانت لائحتك تتعارض مع لائحه الاتحاد الدولي بشان هذه العقوبات فلابد ان احنا نصحح وندقق. حلو قصه بدء الحوار، لكن خليني اسالك، امال الزملكاويه كبيره جدا عليك وعلى مجلسك في عوده عمرو زكي، حسين ياسر محمدي، حازم امام، واللاعبين الذين لديهم مشاكل مع نادي الزمالك من الناحيه يعني بدون انت قلت لي عناوين وانا هرد عليك تلغرافيه. اتفضل يا فندم. بالنسبه لعمرو زكي بعد اذن حضرتك، الراجل جه بيتي واتفق معايا على اتفاق وهو ينفذ هذا الاتفاق. تمام. ده واحد. يعني عمرو زكي في تدريب الزمالك غدا. يعني بقول لك هو بينفذ هذا الاتفاق، ما اتفقنا عليه في بيتي هو بينفذه. كويس. ده نمره واحد. نمره اثنين، موضوع حسين ياسر محمدي. انا كان حد بيكلمني الصبح اظن الاستاذ اسامه خليل. نعم. بيقول لي انت يعني ازاي ده راجل تمرد على الزمالك وساب الزمالك ويعني بيقارن بينه وبين حد تاني يعني. وقلت له لا، انا بعتبر ان حسين ياسر محمدي ده اتنشل من نادي الزمالك. نعم. تم نشله من نادي الزمالك. نعم. لان انا جبت لعيب من النادي الاهلي كانت الدنيا ضلمه في وشه والدنيا نورت ورجع بقى سوبر ستار، راجل امكانياته عاليه جدا في الكوره. نعم. وفجاه لقيت هذا الرجل بيقول لي انا في نادي اسمه ليرس في بلجيكا. نعم. وانا بقول ان هذا هو حق لنادي الزمالك، واظن ان طلعت وثيقه من اتحاد الكوره بتقول ان الراجل ده كمان من حق نادي الزمالك. نعم. اما بالنسبه لحازم امام، لا اذا انت موافق على عودة حسين ياسر وسيتم اتخاذ الإجراءات. عودة حسين ياسر ولا يمكن أن أقبل نشل لعيب من فرقة من الزمالك. لا يمكن إن أنا هقبل هذا الكلام. طب اسمح لي في مبدأ أساسي يا كابتن شوبير لابد إنه يكون موجود ولابد إن إحنا نقره. إيه المبدأ ده؟ إنه هناك تعاقد بين طرفين. الطرف الأول نادي
والطرف الاول والثاني لاعب. نعم. وهناك ترمز يعني تبعات او شروط على اكتاف اللعيب وعلى اكتاف النادي. نعم. وهناك لوائح بتحكم العلاقه بين اللعيب وبين النادي. انا بجد بعد اذن حضرتك يا كابتن شوبير نعم. انه من الاصلح ومن الاصوب ان يحترم الطرفين. جميل. طيب السؤال، انت هذا الرجل انا مش هسيبه. خلاص. هسيب حسين ياسر محمد ازاي؟ ممتاز. مش هسيبه. حدث اتفاق بينك وبين عمرو زكي، هل تمت اي اتصالات تليفونيه بين حضرتك وبين حسين ياسر يا فندم؟ لا. ولا مدير اعماله ولا؟ نعم. للاسف في خطوط ثانيه لهم، مش انا. لكنها موجوده. لانها موجوده من مفتوحه معاه، بس مش انا، لانه في حاجه انا عاوز اقولها لك. من المقربين ليك؟ يعني انا يعني اللي انا عاوز اقوله لك ان اانا مش همد ايدي في فرقه الكوره. نعم. فرقه الكوره عندها راجل مدرب عظيم وكوتش كبير. نعم. كوتش احنا بس ليس لنبي لا كرامه لنبي في وطنه. نبي في وطنه. نعم. انما ده راجل كوتش كبير، CV بتقول ان هو كوتش عالمي. نعم. راجل محطوط في الريكوردز، له رقم عالميا كحسن شحاته. نعم. وهو اللي مفترض وهو كل الفرقه. وايضا ده انا مش جايب راجل غريب، ده راجل من جوه نادي الزمالك وابن نادي الزمالك. نعم. ومحدش اللي اتقال قبل كده ده مش ولاد نادي الزمالك، لا ده الخواجه ده مش عارف بيشرب، ده مش عارف ايه. احنا جبنا حسن شحاته بيصلي وبيصوم وعايش للكوره وعايش لفرقته وبيحب ناديه. نعم. ما قلناش حاجه، احنا كل الجهاز اللي عندنا دلوقتي زمالك. نعم. ما فيهوش حد مش زمالك. نعم. فاللي انا برجو ان انا بنبه عليه ان انا لن اسمح لنفسي انا شخصيا كممدوح عباس ان انا اتدخل في فرقه الكوره. انا ماليش غير حاجه واحده. ايوه. اروح اتفرج عليهم يكسبوا واوفر لهم المناخ المناسب عشان يكسبوا. طيب ده اللي عليا. طيب وازمه حازم امام مش عليا مين يلعب ومين ما يلعبش. ده مش دور حضرتك، ده كلام مظبوط. طب ازمه حازم امام هذه ازمه بلا ازمه. وانا امبارح الدكتور عبد الله جورج الله يستره اتدخل لعدم اعاره هذا الولد بالشكل اللي كان هيتم بيه. وانا بقول انه حازم امام ده واحد من ولادنا. نعم. ولاد نادي الزمالك. لازم يرجع ينضبط ويلتزم. ولازم يقرا كويس الشهاده بتاعت اتحاد الكوره انه كل هو حقوقه خدها ولا يحق له كذا. والنادي اللي عاوزه، انا ما بتصورش حازم امام في نادي درجه ثانيه في المملكه العربيه السعوديه. انا اتصوره في الدوري الكبير بتاع المملكه العربيه السعوديه. نعم. انما اذا كان اي نادي عاوز يجي اهلا وسهلا، يتفضل يشرف يتفاوض وياخد وياخده اذا كان عاوزه، ياخده اعاره ياخده شراء ياخده بيع. انا ما عنديش مشكله، بس انا لن افرط في حازم امام ب4 مليون جنيه ولا ب400,000 جنيه. ما حدش يقول ان ده الكلام ده لعيب بعد اذن حضرتك له تقله وله وزنه. ده واحد. ثاني حاجه، انا سالت الكابتن حسن شحاته لان الكابتن حسن شحاته كان شرفني بزياره. لما عرف ان انا تعبان وقعد معايا حوالي 3 ساعات. كابتن حسن شحاته مش عاوز يفرط في الوقت، ولا اسماعيل يوسف عاوز يفرط في الوقت. وان كانوا هم متاخدين طبعا من اي لعيب ممتنع عن انه يجي النادي ويتدرب والكلام ده. انما هم مش عاوزين يفرطوا في حد من ولادهم ولا عيالهم. واحنا مش بنفرخ لعيبه عشان نسيبهم لحد تاني. ومش هندي حد نعاير حد ولا الكلام ده. احنا عاوزين لعيبتنا. مين قال ان احنا مش عاوزين لعيبتنا؟ ده يقول بقى تاني كمان هيك. طيب عقود الجهاز الفني حتى الان كابتن حسن شحاته كابتن احمد سليمان لم يوقع عقودهما مع نادي الزمالك. والله انا عاوز اقول لحضرتك حاجه. هو حسن شحاته ده مين؟ ده كابتن نادي الزمالك. نعم. وابن نادي الزمالك. نعم. وعلاقته بنادي الزمالك انت تعلمها انها من نهايه من سنه 71 ولا 72. نعم. بدات علاقته بنادي الزمالك. نعم. وكذلك الكابتن احمد سليمان. مش عاوزين يمضوا عقودهم، هيشتغلوا من غير ما يمضوا عقود. انما انا بشوف ان اول حاجه انهم هيمضوا عقودهم. ان شاء الله هيمضوا عقودهم.
طيب استاذ ممدوح، نمرة واحد يعني حسن شحاته اكبر بكتير قوي من ان انا اقول له عقدك اتمضى وما اتمضاش يعني، وهو مش كلام دي رجاله ولا كلام جدعنه ولا كلام بتاع. هناك عقد تم اعتماده من مجلس اداره وبيصرف له مستحقاته الماليه بناء على هذا، على قرار مجلس اداره. طب هل ستدعم الفريق بلاعبين؟ يعني بالتاكيد طالما جلست مع الكابتن حسن شحاته 3 ساعات. ايوه في جلسه هتبقى مع الكابتن حسن شحاته ان شاء الله، انا وهو واسماعيل واحمد سليمان ان شاء الله، علشان نعرف ولجنه الكوره ان شاء الله اللي هتتعمل عشان نعرف هم عاوزين ندعموا بمين.